السلام عليكم خياتي متتبعاتي الوفيات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم راح ندير لكم اكله، واش نقول لكم قد ما نحكي عليها قلي طعمها بنين بزاف بزاف صراحه. علمتها لي جوزتي، كانوا يديروها في العيد في الاعياد، يعني ثاني يوم يديروها للغداء. واش نقول لكم؟ بالتيشه تاع مرمز، يعني هذه تيشه تاع مرمز. شريت كيلو، ما راحش نديرو كامل، راح نخلي واحد نص رطل هكذاك، خليها للحريره، نحب ندير شوربه بها ولا ندير. هنا راح نغسل المرمز تاعي. تبعوا معايا يا البنات وجربوها هذه الوصفه وقولوا لي رايكم. يلا متتبعاتي الوفيات، اللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. ما تنساونيش بالجيم والتعليق، حاولوا تبارطاجوا الفيديو البنات كتحفيز ليا هكذا باش نكمل. كما تعرفوا هذه قناتي ثانيه، انا دايرتها للروتينات، انا من محبات الروتينات، وكاين بزاف اخوات يحبوا الروتينات. هنا حنغسلها 2 مرات ولا 3. هي في الحق نقيه، ماهيش ما فيهاش هذاك الخاتش وهذوك الاغصان الصغار. المهم هاك تشوفوا حاجه قليله في هذاك، كما نقولوا فيها واحد الخدش الكحل. هو منها هي كي يطحنوها ولا كي يحمصوها، يعني يخرج هذاك الاخر يخرج منها. فهنا راني غسلتها، راني حنصفيها نديرها تقطر كيما الطعام. والله يا البنات قلت لكم قد ما ياكلوها ولادي والزوج تاعي ما يشبعوش منها، يعني هي صحيه. والاخوات اللي ما يحبوش الطعام ولا يديروا هذه الوصفه. انا درتها وبعثتها لجارتي يعني في العيد، نهار ثاني عيد، قالت لي واش نقول لك روعه. هذه ما درتهاش في العيد البنات، هذه بعد العيد درتها عندها واحد 3 ايام من الفيديو هذا ملي درته، يعني هكذا خبطت في قلبي ودرتها. نجو هنايا حبيت نشارك معكم البنات كذلك كيفاش نذوبوا هذا الشحم ولا كيفاش نحتفظوا به. راح ندير معكم تجربه. شوفوا هذا الاشوار، هذا اشوار كيما نقولوا تاع روبو، هذاك تاع الدباب هذوك تشوفوه معايا. جبت هنايا الشحم قطعته كيما راكم تشوفوا، راني نحاول نقطعه باش يدخل لي في هذاك الاشوار. لكن صراحه دوك تشوفوا بعينيكم، يعني كانت غلطه. انا اول مره درته هنايا، موالف نديرو في الاشوار هذاك تاع الانوكس. واليوم قلت خليني نسيي، بس انا نحب التجربه، نحب نجرب. كي تجيني حاجه هكذا في راسي والله غير يسموني نديرها. نتراني يعني نشوفوا والله يا البنات خياتي. الروتينات اليوميه مليحه. الانسان مرات يفشل، مرات يتعب، تولي ماكش قادره ديري حتى حاجه في الدار، يعني من عين، من حسد، من بالك، من سحر مرشوش ولا اي حاجه. الناس ماهيش تخاف ربي. والله يا خياتي أنا مرات نوض في حاله يعني يرثى لها سبحان الله، ما نقدرش حتى نتحرك. ومن بعد نلعن بليس ونوض نصلي، ومن بعد نعطيكم واحد الوصفه واش نقول لكم يا البنات تخليكم تحسوا نفوسكم كشغل ولدتم من جديد والله العظيم. يعني طهني واحد الراقي، يعني نشكره بزاف. ونفسها عاودتها لي صاحبتي يعني حبيبتي، هي اللي عطاتني هذه الوصفه ثانيك. قلت لها والله كان نصحني بها الراقي لكن ما درتهاش كي قالت لي عليها هي. نط في هذاك النهار رحت شريت واش خصني ودرتها. والله غير راح نشارككم بها، ورحت تشكروني عليها بزاف بزاف. درت البنات هنا الكركم في الاسود في الاحمر، ودرت راس الحانوت الاحمر، ودرت هنايا شويه ملح. هنا البنات عندي هذه الهريسه مخدومه، هذا فلفل ادريس يكون خضر ما يكونش يابس، يعني في وقته طحنته هنا. ومن بعد نشارك معكم كاش نهار الوصفه. راني ندير يعني كميه. صراحه انا محبين المخلعه ومحبين الحامضه المحشيه بالشحام، ونحب الاكلات التقليديه صراحه. جبت البنات هذا هو، شوفوا هو راه يدور يشوف يقول راه ينطحن، لكن نطحن لي غير في هذيك البلاصه التحتانيه. الفوقاني غير عاودت بالمغرف ندخله باش يبصل باش ينطحن. المشكله ما يفيش بالغرض. هذا في الحقيقه هذا يطحن الحبوب. انا قلت معليش نجرب، كما يقول لك التجربه هي خير برهان. نجرب ونشوف باش خطره اخرى ما تجيني فكره ما نديرهاش. فهنا عاودت نحيته كامل كنت تشوفوا. درت مقله خاصه، عندي مقله خاصه يا البنات ديرتها غير للشحم، باسكو كيما الزوج تاعي ما يحبش الشحم. سما غير انا ووليداتي هنايا راني ذوبت وشوفوا البنات، ومن بعد نصفيه ونحي كامل هذا اللي يبقى من الفوق. فهمتوا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما ذوبت هكذاك سخون درتو هنايا باش نتخلص من هذاك الاخر. قلت لكم البنات غير ما كلاه تجربوا هنايا، ما كلاه ديروا هذاك الاشوار هذا ما تجربوش به. يديروا الاشوار تاع اينوكس صح يطحن، هذاك انا مره درت فيه يطحن. بصح انا الاكثريه يعني زوجة اخي الله يرحمها مرت خويا ربي يرحمها ان شاء الله ويوسع عليها وتكون من اهل الجنه، هي اللي ورت لي هذه الطريقه. قالت لي علاش يا سوريه
على بالي ما تحبيش الشحم بزاف، يعني هذاك ما نبغيش ناكلو، ما نحسوش كي نمضغ وناكل ما نحسش بلي راني ناكل في الشحم. فقالت لي ذوبيه، ودرت له كامل العقاقير تاعو كيما نقولوا، حرشته، درت له كامل العقاقير تاعو وحطيته هنايا في علب، خليته برد شويه باش لقرته. هنا نجي للمرقه تاعي اللي راني حنديرها. درت هنايا اللحم، يعني مرصوه تاع اللحم غنمي، درت جزر، ودرت حبه طماطم هكذا غير باش تطلق لي البنه، وراني ندير فيه لي زيبيس. درت الكركم، درت فلفل الحلو والحمر، يعني الحمار كما نقولوا، ودرت الفلفل الاسود وراس الحانوت، ودرت الملح، نخليهم يتقلاو على نار هاديه. ودرت الزيت، اكيد ما كثرتش الزيت لانه كما نعرفوا اللحم ديجا راه فيه الشحم، فيه دسم. هنا بعد ما نشفت لي هذيك المرمز نجي نحطها في جفنه، يعني تحسبوا يا البنات كي شغل راكم تخدموا في طعام. بصح البنه تاع هذا يعني مره جاني خويا لقاني في العيد الكبير دايرتها، يعني بعد العيد بربع ايام جات الام تاعي عندي ضيفه، درتها للفطور. والله يا خياتي غير ياكل كي كلا شبع، قال لي ديري لي في البورطمونجي ندي للمدام تاكل وتشوف الاكله هذه كيفاش دايره. قلت لكم درت هنا شويه زيت هكذا باش كيما نقولوا كي تنشفوا كامل تجي مزربعه، فهمتوا؟ يعني الريحه تاعها كيفاش دايره، الله الله ما شاء الله. يعني ريحه المرمز واش نقول لكم. هنا البنات المرقه تاعي راهي طيب، راهي قريب تنشف، ودرت المرمز هنا تاعي في قدره تكون ثقيله هكذا، نخليها بجهه حتى تطيب لي المرقه تاعي. يا البنات كي تطيب لي المرقه ونحس بها نشفت، هنا نولي نشرب. خلاص المرقه تاعي مرت عليها ساعه ونص وهي طيب، لازم تخلو فيها الماء البنات، لانه هذاك الماء كامل راح تشربوا به هذا الشيشه تاع المرمز. علاش تدي البنات، انا وليت كل 10 دقائق نروح نشربها باش ما تلصقش، نقص للنار كامل الطرف باش ما تلصقش، لانه كما نعرفوا الحريره هذه تلصق. تنقصي لها كامل الطرف، تقدري ديريها في كيكوطه تكون ثقيله وتنقصي الطرف كامل، تخليها هادئه النار وتشربي كميه مليحه، تغطيها 10 دقائق تولي ليها تلقايها انتفخت زادت. فهمتوا البنات؟ هاهي ليكم بعد ما شربتها كامل ومرت عليها تقريبا خليتها ساعة وهي في هذيك القدرة، يعني طفيت عليها وخليتها يعني كيش تنشفت وخليتها تزيد تنشف. يا البنات واش نقول لكم، والله واحد الطعم شهيتكم في الجنة، واحد الذوق تحفة تحفة تحفة. يعني أنا من محبينها ومن عشاق هذا الأكلة. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، وخلوا لي رايكم في التعليقات حبيباتي، شكون اللي موافق ديرها وتعرف هذه الوصفة. هنا جبت البنات طماطم عندي لقيتها في فريجيدين، كنت في دارنا ولقيت الزوج جايب كميه كبيره، وكي قلبتها نلقاها طايبه يعني لو كان نزيد عليها 3 ايام 4 ايام في الفريجيدين نلقاها خسرت. فجبتها وقلت نغسلها ونطيبها يعني كاستعمال يومي. هذه ماهيش تاع باش ندسها، لا انه راني معوله ان شاء الله نشري فريغو ونجيب كميه كبيره تاع طماطم ونصبرها كيما راكم تشوفوا. نغسلها مليح البنات. انا والله عندي الوسواس تاع الغسيل صراحه، عندي الوسواس تاع الغسيل، نغسل ونعاود نغسل ونعاود وما نعرف كي ندير يدي في الماء ما نقدرش نحبس. نقطعها كامل البنات، نقطعها كامل ونحطها يعني في القدره هذه. والله راني صايبتها هذه القدره ندير فيها كلش، يعني درت لكم روتين باش تنوضوا خياتي يعني تفطنوا شويه. والله غير هذا الصيف صح صراحه هو شوفوا الصيف تاع الميناج. علاش؟ نهار طويل، كما نقول وليداتنا يعني في الدار ما همش يقراو، حره يعني تخدمي وانت حره ما عندكش الضغط. فهمتوا؟ لازم الانسان الميناج تاعو كامل، كيما يغسل الفراش، كيما الميناج تاع البيوت، تاع التنظيف العميق، وسورتو المطبخ، يعني يوميا. في الشتاء على بالكم واحد يفشل البرد ويولي غير متخزن ويدفي في روحه باش كيما نقولوا باش يقدر يكمل نهاره. انا شوفوا لكم الطماطم هذه يعني ما شاء الله ملحمه وحمرة هايله، درتها هناك في القدره
حندير شويه ملح باش ما تجينيش صامطه يا البنات. انا عندي اكثر من طريقه نطيب بها الطماطم، كاين اللي مفورها، كاين بزاف طرق. انا درت الطريقه السهله، يعني كنت مشغوله هذا اليوم، يعني كنت مشغوله بزاف. جيت هنا راني شعلت عليها ونخليها على نار هادئه الطيب يا البنات. اكيد ساعه غير شوفها يعني نشفت. للامانه البنات شوفوا، انا كي نفورها تطلق لي الماء، ولا كي نديرها في قدركه تطلق لي الماء. كان الماء تاعها صافي، ما فيش هذيك الحموريه، يعني ما فيش طماطم. نقصت يعني صفيت في القدره والكسكاس وخليت فقط الطماطم. هنا راني نطحن فيها، طحنتها مليح بالميكسور. ونعاود نرجعها البنات، طحنتها مليح مليح ونعاود نرجعها. يعني شوفوا القهوه نتاعها كيفاش جا، يعني ما شاء الله والله، غير ما كانش كيما حاجه هكا طبيعيه. درتها هنايا، درت لها شويه زيت البنات وخليتها تحمر.